بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في وصفة تاع لي بتي فور. ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة ومهنيين، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. وصفة تاع اليوم ما كانش اللي ما يحبهاش. توالم قهوة حليب. على بركة الله راح نبداو في المقادير. عندي 250 مرقارين او زبدة، ضفت عليها رشة تاع ملح ومغرفة صغيرة تاع فانيلا، وهذا كاس سكر حبيبات او سكر خشن. راح نضربهم مليح بالخلاط الكهربائي. عندي نصف كاس تاع الزيت، عندي نص كاس حليب او تقدروا ديروا ماء، وضفت له ملعقه كبيره تاع حليب بودره. راح نضيفه ونكمل نخلط بالضراب الكهربائي. يكون دافئ ما يكونش بارد. هنا زدت لهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا او نشا، ضفت لهم 2 حبات تاع بيض بدرجة حرارة الغرفة ما يكونوش باردين. نكمل نخلط مليح حتى نتحصل على كريمة. ودرك نبدأ نضيف النواشف. هذا الكاس الاول تاع الفارينة راح تاخذ معاكم حوالي 4 كيسان على حسب النوعية تاع الفارينة تاعكم. وهذه ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية وزنها 5 غرام. نبدأ نجمع العجينة، ما نعجنهاش، نجمعها بأطراف الأصابع برك حتى تتلم معايا. العجينة ما لازمش تكون يابسة كما تاع الكروكي وتاع الصابري، لازم تكون طرية باه تفوت معاكم لابوش. بعد ما طاب رايحة نلصق كل 2 حبات بالكونفيتير تاع المشماش. اليوم شاركتكم الحبات جاو الشكل هذا لانه القالب تاعي جا صغير. مرة اخرى نعاود نشارك معاكم الوصفة بالقالب الكبير. الحبة تكون كبيرة على هكذا، هذا ما حبات صغار. هنا بعد ما كملت لصقت كامل الحبات، دوكا راح نطلي غير شوية منها بالشوكولا. هذه شوكولا ذبوبتها على حمام مائي، ضفت لها مغرفة تاع زيت. نخليهم يشيحوا. بعد حوالي مدة نصف ساعة عاودت رجعت لهم. ها هي النتيجة النهائية، ان شاء الله تعجبكم. هنا راح نحطها في صحن تقديم، وان شاء الله في فيديو واحد اخر راح ندير معاكم بتي فور تاع المحلات او تاع المشاريع اللي يكون اقتصادي، يكون غير بالزيت. هذا راهو بالزبدة يصلح في الدار. هذه 250 غرام تاع زبدة وخرجت لي حبات بزاف. تحطيها في بورتمونجي تكفيك لمدة اسبوع، الفطور الصباح او قهوة العشية. مع السلامة.